اثنين اتضربوا وراحوا المستشفى ما يعرفوش حاجه، تمام. والثالث ده اللي مات هو اصلا في عربيه الاسعاف مات. اللي شفته بالظبط زي ما حضرتك قلت لحضرتك كده، اللي انا جيت لقيت عربيه الاسعاف واقفه، دخلت سالت الناس استفسرت عنهم، قالوا لي ده في امين شرطه قتل 3 عشان خاطر كوبايه شاي وقرصه وعلبتين سجاير ميريت، بس ده اللي اعرفه فاهمني. فطبعا لما سالت وشفت كده طبعا الاهالي ما رضوش يمشوا عربيه الاسعاف خالص عشان عايزين يثبتوا حاله، وكذا لواء وكذا يعني كذا ناس من اللواءات الكبيره جم هنا عشان يهدوا الناس مش هتهدى، تمام. حتى اخوات المصاب اخوات الميت ده كان معاه في العربيه وعمالين يوزعوهم ويقولوا خلاص يا جماعه احنا هنروح معاهم. الاهالي ما كانش عايزين يمشوهم، الاهالي ما كانش عايزين يمشوهم خالص، فقال لهم يا جماعه احنا هنجيب حق، والناس كلها متعاطفه معاهم. فطبعا اللي فجاه لنا عربيه الامن المركزي زي ما انت شايف كده اهو واقفه وحوطها الناس كلها، فالناس خايفه يعملوا اي حاجه. فطبعا بقى هم قاعدين لقوا عربيه الشرطه وامين الشرطه محجزينه عشان الاهالي ما يمسكوش يموتوه. فاول ما لقوه كده طبعا الناس اتلهت في الميت، الناس راحت ملهيه في الميت وقاعد جوه مثلا في العربيه الاسعاف، تمام. راح بقى انشغلوا في الميت والناس عربيه الاسعاف مش عايزين يمشوها، راح مهربين عاملين امن الشرطه راح جارين هنا كده، راحت الاهالي كلهم راجعين عليهم بالطوب، جروا عليهم بالطوب عند الفيلا اللي هناك دي كده بالظبط، كلهم جريوا ما حدش شاف فيهم حد الا في واحد ظابط كان لابس حاجه سودا كده وبدايه نجوم ووقف معاهم، هو اللي واقف يا جماعه انا هجيب لكم حقكم، انا هجيب حقه، انا هجيب حقه. بتاع الشاي كان قاعد هنا، الاثنين بتوع الورد كانوا قاعدين هنا، قال له اعمل لي شاي وهات له وهات لي قرصتين، قال له حاضر يا باشا، اللي هو امين الشرطه جه نزل شرب الشاي وكل له القرص ومشي، ركب العربيه وهيمشي. بتاع الشاي جري وراه قال له اديني حسابي يا باشا، حساب الشاي والقرص، قال له فرد يا ابني انا كلتك مش هديك حاجه، جه زقه كده قال له يا باشا انت بتزقني ليه طيب؟ قال له كلتك مش هديك فلوس، قال له خلاص يا باشا مش عايز بس ما تزقنيش، راح ماسكه بالبنيان في وشه وراح ضربه وراح مطلع البندقيه من العربيه وراح دابب فيه، قام بتاعه الورد راحوا يشوفوا الواد عشان يشيلوه راح دابب في الاثنين برضه. بياكلهم بيشربهم ببلاش بيعملوا اي حاجه ببلاش مش عارفين يدفعوا جنيه من الاخر فرد واخدينها فرد. احنا غلابه احنا هنروح فين؟ هنروح فين؟ راجل بيشتغل ب 70 و80 جنيه ده بيشتغل بكام؟ ده اللي مات ده بيشتغل بكام؟ عشان ياخد علبتين سجاير ميرت بتاع 23 جنيه ويشرب شاي بيشتغل بكام ده في اليوم؟ ياكل عياله منين؟ امين شرطه واحد بس اللي قتل، واللي قتل دي جري الضابط والامين الشرطه وقف حجزوا في الاسعاف. هم كانوا بيهتموا في الناس اصلا، كانوا بيطلبوا من الناس ان هم يحموهم، يعني الناس لما حموهم والقوه جت بداوا يضربوا في الناس ياخدوا على دماغهم وعلى رجليهم وعلى بطنهم. ليه؟ الناس مالهاش ذنب، الناس راح شغلها لقت اللي حصل ده فوقفت.